تخيل معايا كده إنك بتدفع 20 30 ألف جنيه إعلانات على الموقع العقاري بتاعك كل شهر. عندي زيارات، الأرقام كويسة، بس في الآخر محدش بيكلمني، محدش بيحجز معاينة، محدش بيبعت لي بيانات يملى فورمة يعني، محدش بيدوس على زرار الواتساب بيتواصل معايا. وتقعد بقى تسأل نفسك أنا غلط في إيه؟ الحقيقة بقى المشكلة مش في الإعلان، المشكلة إنك مش عارف تقرا الأرقام اللي بتقولك إيه هي المشكلة أصلا. هنتعرف النهارده على 6 مصطلحات مهمة جدًا في برنامج جوجل أناليتكس، لو فهمتهم بقى هتعرف بالضبط فين المشكلة وتصلحها إزاي. المصطلح اللي أنا هاقول لك عليه ده من أهم المصطلحات اللي هتلاقيها في جوجل أناليتكس، الbounce rate يعني معدل الارتداد. هاشرّبه لك مش هافهّمه لك. ده معناه بقى إن العميل دخل صفحة مشروع وخرج على طول، كإنه بالبلدي كده فتح الباب بَص بَصّة ومشى. طب ما تدّيني مثال. أنت عامل إعلان عن شاليهات استلام فوري بالساحل الشمالي، حلو. العميل لمّا دخل لقى الصفحة بتتكلم عن المشروع بشكل عام، تاريخ الاستلام، تاريخ الشركة، مشروعات الشركة، ومقدمة كده ما لهاش أي علاقة بالمشروع. هو مش عايز ده، هو عايز يشوف صور الشاليه، الأسعار، أنظمة السداد، المكان، الموقع، الlocation، فزهق وخرج على طول. أنا بقى كشركة هاستفاد إيه من المصطلح ده، كشركة تسويق عقاري؟ هتستفاد إنك لمّا تلاقي صفحة الbounce rate بتاعها عالي، ده معناه إن الصفحة دي بتطفّش العُملا، لازم تغيّر محتواها فورًا، لازم تتأكد إن إعلانك على الفيسبوك، على السوشيال ميديا أو جوجل ads متوافق تمامًا بنسبة 100% مع الصفحة دي. ما تبقاش عامل لي إعلان شُقق للبيع في الشيخ زايد ب3.000.000 ويدخل الصفحة يلاقي الأسعار بتبدأ من 6.000.000. طبيعي هيطلع، فطبيعي هيعمل لك bounce rate. طيب بخبرتك بقى، فلنفترض إن هو فعلًا اللي موجود في الإعلان دخل لقاه في الصفحة، بس عندي برضه 60، 70% bounce rate، يبقى ده إيه؟ يبقى الموقع بتاعك بطيء، الصفحة ذات نفسها مش متناسقة، هو مش عارف يقرا المعلومات اللي موجودة، فهيخرج ويشوف موقع تاني لمنافس تاني تبقى المعلومات فيه منسقة، واضحة. المصطلح التاني بقى معدل الجلسات النشطة engagement rate. طيب ده معناه إيه؟ ده عكس المصطلح اللي فات على طول، ده العميل دخل وقعد، بدأ يقلِّب في الموقع، فتح صفحة والتانية، مشروع والتاني، قعد أكتر من 10، 15 ثانية، ده عميل مهتم، ده لقى اللي هو عايزه. يعني على سبيل المثال، عميل دخل مثلًا على صفحة مشروع compound في التجمع الخامس، بعدين داس على زرار شاهد البروشور، بعدين راح على صفحة خطط الأسعار، ده عميل تفاعل مع صفحة المشروع. يعني إيه؟ يعني عميل مهتم، عميل بيشتري، عميل عايز تفاصيل. طيب أنا بقى كشركة عقارية هاستفيد إيه من المصطلح ده؟ ده بيساعدك تفرّق بين العميل الجاد اللي بيشتري اللي عنده نية الشرا، والعميل الفضولي اللي داخل يتفرّج بس. كل ما الرقم ده يعلى عندك تأكد إن صفحة المشروع بتاعتك مكتوبة صح وبتجذب العميل، يبقى هنصنّفه مستخدم متفاعل، وده اللي بيتحوّل لعميل. المصطلح التالت بقى عندنا هو متوسط مدة الجلسة أو الaverage session duration. طيب ده معناه إيه؟ ده يعني الزائر في المتوسط قعد قد إيه على صفحة المشروع أو الموقع عمومًا. يعني ببساطة نقدر نقول الزائر قعد عندك كام دقيقة، قعد 10 ثواني يبقى ده زائر مش مهتم وخرج بسرعة، قعد دقيقتين، 3 دقايق مش ثواني، يبقى ده مهتم وبيتفرج وعايز يشتري. لإنه لو قعد 3 دقايق هيعمل إيه؟ هيشوف الصور، هيتفرج على الفيديو، هيقرا التفاصيل، هيشوف الخريطة، موقع المشروع فين. ده بقى مش متفرج عادي، ده عميل جاد وعنده نية شراء. إنما اللي بيقعد 10 ثواني والّا 15 ثانية ده يا إما صفحة المشروع بطيئة، يا إما التفاصيل مش واضحة، يا إما دخل على المشروع لقى الأسعار ب7.000.000، 8.000.000، 10.000.000 مش البادجت بتاعه فمشى. مش عميلك يعني من الآخر. شركات التسويق بقى العقاري الكبيرة بنسمي العميل اللي قعد 3 دقايق، 5 دقايق، ده عميل جاهز للشرا أو hot lead. ده بنعمل له retargeting، بنستهدفه بإعلانات تانية حسب الصفحات اللي كان فيها. ليه؟ هم دول أقرب الناس للشراء، يعني ما بنعملش حملات من أول وجديد. المصطلح الرابع بقى time on page. طيب ده الوقت على الصفحة، قد إيه الزائر قعد على صفحة معينة، تاني صفحة معينة. ده مش زي متوسط مدة الزيارة، ده بيقيس صفحة واحدة بالتحديد.
ليه بقى ده مهم؟ عشان تعرف إيه الصفحات اللي الناس بتحبها، وإيه الصفحات اللي بتزهق الناس وبيخرجوا منها بسرعة. ليه المصطلح ده مهم؟ لإنه بالنسبة لنا بيقول لنا على أرقام إيه الصفحات اللي محتاجة تحسين جوّه الموقع بتاعك، بالأرقام. طيب أنا كعمرو باستفيد إيه من المصطلح ده على وجه الخصوص؟ ببساطة من غير ما أصرف فلوس، لو أنا عندي موقع عقاري باشوف بقى الصفحات اللي الناس بتقعد عليها كتير جوّه الموقع بتاعي، وباحط عليها إعلانات، باحط بانرات، باسوّق بس بشكل غير مباشر ومن غير ما أدفع ولا مليم. طيب في حاجة تانية ممكن هاعرف بالضبط إيه هو المشروع الناجح أو المشروع اللي عليه طلب أو اللي الجمهور بيبحث عنه جوّه الموقع بتاعي في منطقة ما، أكتوبر، زايد، التجمُّع. بناءً عليه بقى هاوجّه فريق المبيعات يركّز على المنطقة دي أو المشروع ده، وهاقول لبتوع التسويق زوّدوا لي الميزانية بتاعة المنطقة دي أو المشروع ده، لإن أنا عندي أرقام بتقول إن الناس مهتمة بالمنطقة دي أو المشروع ده. طيب المصطلح الخامس عدد الصفحات في الجلسة أو عدد الصفحات في الزيارة pages per session. معناه إيه؟ يعني الزائر الواحد في المتوسط بيفتح كام صفحة؟ كل ما يدخل الموقع بتاعك بيفتح كام صفحة؟ طب ادينا مثال، هنفترض في رحلة العميل مثلًا إن العميل دخل شاف مشروع في العاصمة الإدارية، بعدين راح شاف قسم المشاريع التجارية، بعدين راح على قسم المدونة وقرا عن الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية. طيب ده كده عميل بيثق فيك وبيعتبر الموقع بتاعك مرجع ليه. طيب أنا كشركة عقارية هاستفيد إيه من المصطلح ده؟ كل ما الرقم ده يا باشا زاد معناه إن موقعك مترابط، سهل، الناس فاهماه، الناس قادرة تاخد منه المعلومات اللي هي عايزاها، العميل بيلاقي كل اللي هو عايزه عندك. ده بيزود فرصة إنه يسيب بياناته عندك، لإنه شاف أكتر من اختيار في البادجت اللي هو عايزه، وكمان اقتنع بشركتك، أنتم ناس فاهمة وثقة. طب نفترض بقى يا عمرو إن أنا الرقم ده قليل جدًا عندي، ده معناه إيه؟ الناس مش بتشوف صفحات كتير. حُط بقى روابط واضحة ما بين الصفحات، مشروعات التجمُّع الخامس، وحُط مثلًا 6، 7 مشروعات، خلّيه يخُش هنا ويخُش هنا ويخُش هنا. تحت كل مشروع حُط لي الوحدات المتاحة. إحنا بقى بالمصري كده أو بالبلدي بنقول عليه إحنا بنلفّفه جوّه الموقع، بندخّله من مكان لمكان. أنت معاك كام؟ معايا 3.000.000، أنا مش هاخرّجك من الموقع بتاعي، عندي هنا وعندي هنا وعندي هنا. أحُط روابط، أحُط بانرات، أحُط زراير، بحيث إنه ما يخرجش من الموقع إلا وهو عنده كل الخيارات ال3.000.000. آخر بقى مصطلح عندنا هو معدل الخروج، الحاجة اللي أنا ما باحبهاش دايمًا الexit. ده نسبة الناس اللي صفحة معيّنة أو مشروع معيّن كانت آخر محطة ليهم قبل ما يقفلوا الموقع بتاعك. ركّز بقى عشان تفهم الدنيا فيها إيه. ادّيني مثال طيب. لو لقيت 70% من الناس بتخرج من الموقع بتاعك من صفحة اتصل بينا أو سجل اهتماماتك أو سيب بياناتك، دي كارثة. ليه بقى كارثة؟ معناها عندي إن العميل خلاص أخد القرار وعايز يتواصل معاك، بس لقى الصفحة معقدة، ما فهمش بعض البيانات فيها، طلبت منه البطاقة الشخصية، في خانة عندك بتدّي له error فما بيكمّلش الإرسال، الزرار بتاع الواتساب مش شغال. طيب أنت كشركة عقارية هتستفيد إيه من المصطلح ده؟ هتعرف بقى بالضبط الثقب فين، الفتحة اللي بتضيّع عُملا بتوعك فين، ليه في زيارات ما فيش تحويلات. لمّا تصلّح بقى الصفحة دي عن طريق الأرقام اللي هيدّيها لك Google Analytics، ممكن عدد العملاء اللي بيكلموك هتلاقيهم الضعف تقريبًا. يبقى من غير ما تصرف جنيه زيادة على الإعلانات من الأورجانيك هتلاقي تحويلات كتير جدًا على مشروع معيّن أو منطقة معيّنة. شُفتوا بقى الموضوع بسيط إزاي؟ الأرقام دي مش مجرد أرقام، دي زي ما تقول كده صوت عميلك، بيقول لك هو بيحب إيه وبيكره إيه. النجاح بقى إنك تقرا الأرقام دي صح وتاخد قرارات ذكية. ال6 مقاييس دول أو المصطلحات دي استخدمهم صح، افهمهم وهتشوف الفرق بنفسك.